بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. القناة الناقلة لمباراة النادي الاهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الافريقي. في افتتاح بطولة دوري السوبر الافريقي يتواجه الفريق الاول للنادي الاهلي لكرة القدم مع فريق سيمبا التنزاني. تقام مباراة فريق الاهلي وفريق سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب في ربع نهائي بطولة دوري السوبر الافريقي في تمام الساعة 6 مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الحالي في العاصمة التنزانية دار السلام. يمكنك بكل سهولة معرفة القناة الناقلة لمباراة النادي الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي، حيث تقوم القناة ببث مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني. سيتم بث مباراة النادي الأهلي وسيمبا التنزاني على قناة أبو ظبي الرياضية التي حصلت على حقوق بث مباريات دوري السوبر الإفريقي. وفي القاهرة ستقام المباراة الثانية بين الأهلي وفريق سيمبا التنزاني مساء يوم 24 أكتوبر. في حال تجاوز النادي الأهلي عقبة فريق سيمبا التنزاني سيواجه الفائز من لقاء سان داونز وبترو أتلتيكو في الدور نصف النهائي. قام الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف بتكليف الحكم الموريتاني دحان لإدارة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الذهاب لربع نهائي دوري السوبر الافريقي، والتي ستقام في يوم 20 أكتوبر المقبل في مدينة دار السلام بتنزانيا. قبل مواجهة السوبر الافريقي التقى فريق النادي الاهلي المصري وفريق سيمبا التنزاني في 4 مباريات سابقة. كانت جميع المباريات في إطار دوري أبطال إفريقيا، وقد انتصر النادي الأهلي في مباراتين بينما انتصر سيمبا في نفس العدد من المباريات. شهدت المباراة تسجيل الأهلي 6 أهداف في مرمى سيمبا بينما سجل فريق سيمبا هدفين فقط، واحدهما سجل بواسطة لاعب سابق في النادي الأهلي يدعى لويس مكيسوني. في بطولة دوري السوبر الافريقي يتم تشكيل قائمة النادي الاهلي تضم حراس المرمى في فريقنا اللاعبين محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء. تتكون خط الدفاع من اللاعبين التاليين: علي معلول، كريم الدبيس، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، معتز محمد، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، اكرم توفيق، ومحمد هاني. قوام اللاعبين المرجحة لخط الوسط: إمام عاشور وأليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحمد مجدي قفشة وكريم ندفد وعمرو السولية. يتكون خط الهجوم من مجموعة من اللاعبين وهم حسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم ومحمد الضوي كريستو وأنتوني موديست وصلاح محسن ومحمود كهربا. الجوائز المالية لدوري السوبر الإفريقي: أفصح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن الجائزة المالية المقدمة للمسابقة الافتتاحية للدوري الإفريقي لكرة القدم دوري السوبر الإفريقي، حيث ستشارك أعلى وأنجح أندية كرة القدم في القارة الإفريقية. سينطلق بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الجمعة 20 من أكتوبر عام 23 في مدينة دار السلام في تنزانيا، وستقام المباراة الافتتاحية بين فريقي سيمبا من تنزانيا والأهلي من مصر. الجائزة المالية 4 ملايين دولار هي قيمة الجائزة للفائز بالمسابقة الأولى. 3 مليون دولار مخصصة للفائز الثاني. تم تخصيص 1.7 مليون دولار، يعني 1,700,000 دولار أمريكي لكل من يتأهل لنصف النهائي. 1,000,000 دولار أمريكي لكل فريق يتأهل إلى ربع النهائي. تعد الجائزة المالية جاذبة ومنافسة، حيث يتعين على النادي الفائز خوض 6 مباريات فقط للحصول على الجائزة المالية الضخمة التي تبلغ 4 مليون جنيه. الأندية الأخرى المشهورة والمصنفة عاليا التي تشارك في النسخة الأولى من دوري كرة القدم الإفريقية هي نيمبيا اف سي من نيجيريا، والوادي الرياضي من المغرب، ومامولودي سان داونز من جنوب افريقيا، ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية، والترجي الرياضي التونسي، واتلتيكو من لواندا من انجولا. وتم انشاء مسابقة الكاف او الاي اف ال بالتعاون مع
فيفا واحدة من الأهداف الرئيسية لتأسيس دوري كرة القدم الأمريكي هو التأكد من جودة لعب الأندية الإفريقية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي، وأن تكون أندية كرة القدم الإفريقية ذات قابلية تجارية. سيسهم الاتحاد الأمريكي لكرة القدم أيضا في تطوير ونمو مواهب كرة القدم للشباب في القارة الإفريقية. الهدف المطلوب من كاف هو أن يستفيد جميع الاتحادات الأعضاء 54 بما في ذلك الدول التي قد لا تمتلك أندية كرة قدم في الاف ال من الدعم المالي الذي تقدمه الجدوى التجارية والنجاح المحقق في اف ال. عقد الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف قرعة بطولة دوري السوبر الافريقي التي ستقام في اشهر اكتوبر ونوفمبر القادمين، اكتوبر الحالي ونوفمبر القادم، وسيشارك فيها النادي الاهلي للمرة الاولى. قرعة دوري السوبر الافريقي ادت قرعة الربع النهائي لتشكيل مواجهات عنيفة التي تضمنت الآتي: الأهلي ضد سيمبا التنزاني، مازيمبي ضد الترجي، إنيمبيا ضد الوداد، بترو أتلتيكو ضد سان داونز. ومسابقة دوري السوبر الإفريقي سيتم بدء مسابقة دوري السوبر الإفريقي بنظام الذهاب والإياب، حيث يتنافس تتنافس الفرق من الدور ربع النهائي حتى خروج المغلوب، ومن ثم يلي دور نصف النهائي والنهائي الذي سيتم لعبهما على مباراتين. وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف عن كل التفاصيل الكاملة لبطولة السوبر الافريقي التي ستقام في شهري اكتوبر ونوفمبر، وستكون النسخة الاولى من البطولة بمشاركة فريق النادي الاهلي. ستشارك فرق كرة القدم التالية في بطولة دوري السوبر الافريقي: الاهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، صن داونز الجنوب افريقي، سيمبا التنزاني، انيمبا النيجيري، بترو اتلتيكو الانجولي، ومازيمبي الكونغولي. طبعا زي ما قلنا في اول الفيديو ان القناة الناقلة هي قناة ابو ظبي الرياضية، والمباراة هتكون ان شاء الله الساعة 6 بتوقيت القاهرة. فيها تكون يعني المباراة الاولى في سيمبا، والمباراة الثانية تكون يوم 24 في القاهرة. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.